طيب المرأة الأمريكية بتتقاضى راتب 64.2 دولار مقابل 100 دولار للرجل. أما سلمى حايك الممثلة المشهورة فقالت حتى التمييز وصل إلى هوليوود، إن قالت إن المرأة بيحصل تدني الأكثر ممثلة عن الممثل وبيتم تفضيل الرجل في الأدوار، وكمان المرأة أول ما توصل ل 35 سنة ملهاش أي تمثيل، خلاص أنت وصلتي للحد الأقصى ما ينفعش ناخد فيكي الممثلين. دي بعد كده بعض الحاجات اللي احنا جبناها، ده كان في استونيا والنمسا وجمهورية التشيك فرق الأجور. الحركات النسائية كانت في سويسرا رفضت التدرج البطيء في التحسين، لان احنا لحد ما المرأة توصل لأقصى درجة من التحسن هيكون تقريبا عدى يعني 70 سنة. بعد كده وصلنا للدنمارك، لقينا ان انجاب المرأة الدنماركية بيصل بيها إلى الفقر. و19% بس من مجالس إدارات الدول العالمية بتمثلها المرأة. ومعاناة المرأة أيضا في مجال العلوم بالإضافة لمجال الطب اللي قلناه ومجال الوزارات، كمان في العلوم المرأة برضه بتعاني من نفس التمييز بسبب إن هي مش مصرح ليها إن هي تعمل في المعامل وفي الأبحاث وهكذا. طيب يا ترى الدول وقفت على كده؟ لا، لقينا إن الدول بدأت تعمل حاجة، تعمل مبدأ المساواة، بدأت تعمل سياسات علشان إعمال مبدأ المساواة. كان أولها إن الكويت هي الأولى عالميا في سد الفجوة، إن الأجور بين الرجل والمرأة في الكويت أقل فجوة موجودة عالميا. في الإمارات اتفوقت على الولايات المتحدة، اللي بالمناسبة هنلاقي إن الولايات المتحدة لحد فترة قريبة ما كانش فيها جازات رعائية ولا الأمومة ولا الأم ولا اللي هي رعاية الطفل ولا حتى كانت الأجازات المرضية. والمغرب عملت دليل عشان تتقصى في الشركات وفي المصانع التمييز في الأجور، وده ترتيب الدول العربية في سد الفجوة: الكويت أولاً، ثم الإمارات، ثم قطر والبحرين، تونس، مصر، اليمن، سوريا، والمغرب الآن. لقينا إن بسبب دوت 30% من الشركات العالمية بدأت تديرها الستات أو المرأة، أوباما زي ما قلت كان بيطالب في الكونجرس بشكل رسمي إن يتم تطبيق إجازات الأمومة والطفولة. اتعملت الدينونة الدنماركية، كانت المرأة الدنماركية بتعاني من الفقر، فتم إنشاء محكمة دنماركية متخصصة للمساواة في الأجور فقط. ده بعد ما عملوا قانون سموه قانون المساواة في الأجور. بعد كده تم إدماج المرأة دستوريا، في الدستور موجود نص دستوري بإدماج المرأة في الإكوادور. قانون المساواة في الأجور في المملكة المتحدة برضه تم إنشاء قانون المساواة في المملكة المتحدة. وأيرلندا تم إنشاء المحكمة وبيتم رفع الشكوى إذا وجد عدم مساواة. المؤسسة اللي شغالة في مصر عن الموضوع ده هي مؤسسة المرأة الجديدة. طب استراتيجية المرأة الجديدة كانت إيه؟ أول حاجة هي عملت حملة مساواة وعدالة في الأجور. عملت مرصد النوع الاجتماعي اللي هو رصد الواقع الفعلي للنساء في أماكن العمل. نتابع الستات في تولي المناصب القيادية، نكون رأي عام داعم للمرأة من الرجال والنساء، وإنشاء آلية تكافؤ الفرص. ده هيتطلب ايه؟ ان المنظمات الغير حكوميه، منظمات المجتمع المدني والنقابات المستقله، ان هي بيتم ادراجها في المجلس القومي للاجور. وان في المجلس القومي للاجور اللجنه بتمثل من 5 افراد: صاحب العمل والحكومه وثلاثه من العمال. 3 من العمال طول الوقت بيكونوا ذكر، لا هم طالبوا ان يكون ممثله واحده هي امراه، فبقى عندنا عامله وعاملان ذكور. تحقيق مبدا تكافؤ الفرص، ان لو في فرصه للعمل او في فرصه للترقي او في فرصه للتدريب جت للمراه فالمراه تحصل عليها مع الرجل. وتوفر وسائل مواصلات امنه والزيارات التفتيشيه. ده بعض المنشطات اللي احنا كنا جايبينها من مؤسسه المراه الجديده. يعني التطور التشريعي طبعا هو احنا زي ما قلنا ان المجلس القومي للاجور عايز اعاده هيكله وتطور تشريعي عشان نسد الفجوه النوعيه، وادراج العمل المنزلي، لان دايما المراه بتحسب على جوزها حتى لو بتشتغل معاه في نفس الشغل. يعني لو الرجل عنده محل خاص بيه والمراه بتشتغل فيه فهي ما بتحسبش غير انها عايله عليه، ما بتحسبش انها ليها اجر ثاني. فده عايزين ادراج العمل المنزلي. مؤسسه المراه الجديده كانت بتقول طبعا السياسات البديله اللي طرحتها دي كلها، ودي بعض المصطلحات اللي احنا جبناها للارتباط والتطور. تمام. دلوقتي بقى احنا ايه؟ هننتقل للعرض المسرحي اللي بيتكلم عن الفجوه النوعيه. واحنا طالعين بقى عايزين ناخد راي الناس دي كلها سواء على المسطرات على الحيطه دي او قدام الكاميرا. اتفضلوا يا جماعه.